نادي الزمالك ابتدت تطلع يعني اكاذيب واقاويل ان هيبقى في مشاكل وان هيحصل صدام كبير جدا، لكن الحقيقه انا باكد لكم على نقطه مهمه جدا، ان انا لم ارى في حياتي دعم من رئيس نادي ومجلس اداره لجهاز فني ومدير فني مثل ما رايت من الراجل ده. مرتضى منصور من اول يوم دخل داخل نادي الزمالك اكد على ثقته فينا في ان احنا قادرين على التاهل للمربع الذهبي والفوز ببطوله الدوري والتاهل للمربع الذهبي في بطوله افريقيا. وبالفعل رغم المصاعب اللي كنا بنقابلها ورغم النتائج السلبيه في بعض الاوقات، كل الناس توقعت ان مجلس اداره النادي مجلس الاداره هيطيح بالجهاز الفني. وكنت بتلقى تليفون على طول بعد الماتش من المستشار مرتضى منصور بيقول لي انا مساندك، انا معاك، انت موجود لغايه اخر عقدك. حتى قبل مباراه الشرطه اللي هي كانت مباراه مصيريه بالنسبه لنا، والناس كلها قالت ان لو ميدو خسر او الزمالك خسر ده الجهاز ده هيرحل. المستشار مرتضى منصور اكد لي ان انا حتى لو خسرت 5-0 ان انا موجود على راس الجهاز الفني. وهو ده سر مكسبنا، ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى وفي المجلس الاداره بقياده طبعا المستشار مرتضى منصور ان هم هيساندونا حتى النهايه. عايز ارجع للنقطه بتاعت الكابتن احمد سليمان اللي قال عليها ان اللعيبه عايزه تلعب في نادي الزمالك. عايز اقول لكم يا جماعه ان من سنه فاتت ومن 6 شهور فاتوا ومن 7 شهور فاتوا كنت بتروح للعيب تقول له تعالى العب في نادي الزمالك، يقول لك لا انا مش عايز اقرب من نادي الزمالك، في مشاكل. اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، الناس ما بتحترمش عقود اللعيبه. دلوقتي باكد لكم ان اي لعيب في مصر وبره مصر في افريقيا كلها يتمنى ان هو يكون جزء من مشروعنا. ليه يتمنى ان هو يكون جزء من مشروعنا؟ مش عشان احنا بس بنسدد له الماديات والناحيه الماديه فقط، لا، لان شايف حاله الحب اللي موجوده بين الجميع داخل نادي الزمالك وهو عايز يبقى جزء منها. النهارده لما نادي الزمالك يحرز هدف في الدقيقه 85 وفي الدقيقه 90 ويشوف دكه البدلاء بتجري جوه كلها الملعب، يبقى في حاله حب داخل نادي الزمالك. لما تيجي الكاميرا على مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره في المقصوره، وتجد عضو مجلس الاداره بيبكي، يبقى هو شايف حاله الحب اللي جوه نادي الزمالك. الكلام ده ما كانش موجود عندنا قبل كده، لا من اصرار لعيبه ولا من حاله الحب اللي موجوده. انا بستغل وجودي النهارده عشان اكد على حاجتين، او اكد على حاجه ونقطه ثانيه اتكلم فيها. اول حاجه اكد ان مفيش خطوه اتخذها مجلس اداره نادي الزمالك في التعاقد مع لاعبين جدد بدون الرجوع للجهاز الفني. ودي نقطه كانت الناس برضو بتحاول تخش بينا وتقول ان مجلس الاداره بيتعاقد مع لعيبه بدون علم ميدو. كل الكلام ده للاسف كانوا في وقت خطر جدا بيحاولوا يوقعونا، بيحاولوا يوقعوا نادي الزمالك، لان مش عايزين يشوفوا نادي الزمالك بياخد بطوله. ده نمره واحد. نمره اثنين، بستغل وجودي ان انا فعلا بشكر المستشار مرتضى منصور على وقوفه جنبي ووقوفه جنب الفريق، وبشكر مجلس الاداره على الدعم الكامل اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت، وبشكركم. اي حد عنده عايز يقول اي حاجه من المجلس، وبدا من طبعا المجلس